في مثل كده بيقول الحب أعمى ممشيه الجنان. افتكرت أسطورة كده من ضمن الأساطير عن الإله باخوس. باخوس ده تصرفاته غريبة ومريبة جدا، وبيقعد يكلم في نفسه ومحدش فاهم له حاجة. فزيوس قال بس احنا هنمسكه إله الجنان، المنصب ده متفصل عليه بالملي. وفي نفس القصة دي كان الإله إيروس. إيروس ده المفترض إن هو إله الحب، عيل صغير كده ما شافش ب2 جنيه تربية، بيمشي يتمخطر وعلى ظهره شنطة فيها سهام، لو نشن على حد بسهم من السهام دول بيقلب على حكيم. الحب ناداني جابني ووداني عالحلو رماني. أنا آسف جدا على الهزار السخيف ده، نكمل كلامنا عادي جدا. اللي محدش يعرفه بقى إن السبب في جنان باخوس ده كان إيروس، كان بيعمل فيه مقالب ويرازي فيه ومحدش عارف أي حاجة، لحد ما في يوم باخوس عرف إن إيروس هو السبب. راح له قال لا أنت بتعمل معانا كده يالا. إيروس خد بعضه وطلع يجري، باخوس جري وراه وقال له وفعلا مسكه ودعكه من كتر الضرب. وفي وسط الخناقه خرج سهم من غير قصد عمى إيروس. الآلهة اتجمعت عاملين زي البوليس المصري كده بيوصل بعد ما المصيبة ما بتحصل، وأخدوا الاتنين وطلعوا على زيوس وقالوا له يا كبير احنا عندنا دلوقتي إصابة، اتصرف انت بقى. زيوس قال لهم ما تقلقوش يا جماعة أنا هحل المشكلة دي، ويا ريته ما اتصرف. حكم على باخوس إنه يفضل ملازم إيروس في كل مكان، منين ما إيروس يروح باخوس موجود 24 ساعة. ومن وقتها يا معلم واحنا في المدعكة دي، والحب أعمى واللي ممشيه الجنان. وبس يا سيدي، هو ده أصل المثل.